زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الدائم قضايا إريتريا، سيكون بإذن الله تبارك وتعالى الحديث اليوم عن صيام الإريتريين حول العالم. معنا عدد من المشايخ خارج الاستوديو، ونرحب بهم باسمكم جميعا: فضيلة الشيخ عبد الحفيظ، وفضيلة الشيخ أبو ياسر، وفضيلة الشيخ حسن. وسيكون إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة يتم تناول جملة من القضايا، ونحن على مشارف نهايات هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الأواخر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم فيها يعني نهارها ويقوم كذلك، يصوم نهارها ويقوم ليلها، ويدرك فيها بإذن الله تبارك وتعالى ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وستكون إن شاء الله البداية مع فضيلة الشيخ عبد الحفيظ حول هذا الشهر ونحن في ختامه وفي نهاياته، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ختام طيب ومبارك. بلا شك عند الأفول دائما وعند النهايات كثيرا ما يكون التأثر وكثيرا ما يكون الحزن على هذا الشهر وعلى فراقه، ولكن ما يهمنا اليوم إن شاء الله هو الوقوف على أوضاع شعبنا الأريتري في كل مكان داخل البلد وفي كافة أقطار العالم. كيف ترى الأخ عبد الحفيظ، كيف ترى من خلال متابعاتك أوضاع الأريتريين داخل البلاد؟ كيف يكون رمضانهم وكيف تكون النهايات؟ جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك عليكم وخواتيم مباركة إن شاء الله. أنا عبد الحفيظ مسمر، لست بفضيلة الشيخ يا شيخ حسن، جزاكم الله خير. أنا عبد الحفيظ مسمر، مواطن إريتري عادي، مقيم حاليا في مدينة نوتنغهام اللي هي في إيست ميدلاند. الجالية عندنا، أنا لم أعتقد مداخلتي في الحديث عن رمضان في أوروبا، وكيف يفطرون وكيف يقضون رمضانهم. الجانب اللي أنا أتحدث فيه فيما يخص مدينتنا أو الأنشطة الرمضانية اللي نحن اللي نحن نشارك بها في شهر رمضان الفضيل. في هذه المدينة منذ قدومي هنالك عرف ثابت اللي هو إفطارات شهر رمضان الكريم. نحن نقوم بهذا النشاط أكثر من عادة. دائما نحاول في 4 أسابيع من شهر رمضان المبارك أن نقيم 4 إلى 5 إفطارات تجمع الأسر جميعا في مكان واحد، وأحيانا قد يأتي إلينا بعض الضيوف. ولكن رمضان هذه القربة كما تفضلت الشيخ هو رمضان للعبادة والانشغال مع الأعمال والانشغال مع الالتزامات، وكما تعلم هذه البلاد بما فيها من التزامات كثيرة، لا بد لنا أن نحاول أن نوفق بين الاثنين. رمضان في بلادنا يختلف اختلاف تام عن البلاد التي نحن فيها الآن. نعم.
نعم تفضل. ليتك تعطينا يعني ما هي طبيعة البرامج اللي انتم الآن مثلا في شهر رمضان يتم بها الالتزام ويتم مواصلة الناس فيها، يعني لو حدثتنا عن نعم. بعض البرامج التي تقومون بها. نعم. في هذه المدينة عندنا الأنشطة اللي ذكرتها، اللي هي إقامة إفطارات رمضان، وكيفية الإقامة هذا أصبح شيء أكثر من عادة وشيء مألوف ومحبب إلى قلوبنا. نلتقي في كل نهاية أسبوع في مكان يجمعنا كل العوائل لكي نحس بفضاء رمضان وأجواء رمضانية جميلة. وتقوم الأسر تقوم بإعداد الطعام وإحضاره كما عفوا كما هو متعارف أن في جميع المناطق الأخرى إنه الناس تجي بإفطارات عشان تحس بجماليات هذا الشهر الفضيل. البرامج الأخرى المصاحبة لبرامج أو فعاليات رمضان هي مثلا كإخراج زكاة الفطر، أيضا حث الناس، التعليم الأجيال الصغيرة اللي تنشأ في هذه المدينة، نعلمهم كيف يكون هذا التماسك وهذا التكاتف في المجتمع الواحد. هذا المجتمع مجتمع واحد ومجتمع جميل جدا، ولكن هنالك أيضا بعض التحديات وبعض الصعوبات لا داعي لذكرها الآن. الأنشطة المصاحبة لنهاية رمضان هو إقامة يوم احتفال بيوم العيد، إذا كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. هذه من الأشياء الثابتة اللي نحن نقوم بها في هذه المدينة. الإخوة في إدارة الجالية عليهم بتجهيز البرنامج الرمضاني قبل رمضان، بحيث يكون هناك مكان معين أو محدد وزمن معين ويوم محدد حتى لا يتضارب مع الجاليات الأخرى. جاليتنا مميزة في أنشطتها، في مشاركات في فعاليات المجلس البلدي أو البلدية الكانسل اللي بتقوم به لكل الجاليات. عندنا فيه مشاركة بهذه الأنشطة اللي هي كالأطعمة التقليدية أو التراديشنال فود اللي بيقولوا عليها. وعندنا أنشطة رياضية للشباب أو النشء القائمين أو الإخوة اللي مشاركين في البرنامج الرياضي. عندنا برضو أنشطة رياضية للجالية ولأعضائها القادمين الجدد. أيضا في واجبات الأفراح والأحزان كما تعلم في هذه البلاد، عندما يكون في أفراح، عندما يكون في أحزان، الجالية عندها المكان مخصص لهذا المجال. وكما ذكرت إقامة الأعياد وإقامة إفطارات رمضان، ومحاولتنا باحتواء القادمين الجدد من أي مكان اللي حاولين ينضموا إلى الجالية، نحاول احتوائهم وانخراطهم أو مشاركتهم في الجالية. طيب عبد الحفيظ، نعم. لو حدثتنا عن هل الأطعمة، الناس مثلا هناك ملتزمة بنفس أطعمتها التقليدية المعروفة، ولا الناس شوية بقت مودرن كده يعني حدثت وضعها؟ هل في رمضان مثلا نفس الحالة تعيش الأجواء بتاعت البلد من حيث المآكل والمشارب وكده ولا؟ والنقطة الثانية كنت داير أعرف الشباب الجيل الجديد يعني إلى أي مدى فعلا تفاعلوا مع البرامج اللي عندكم، هذه برامج الصيام والقيام هل والله الجيل الجديد وهو عايش، طبعا تعرف أنت الوضع في أوروبا وكده، هل فعلا أوروبا وأمريكا وغيرها من المناطق طبعا في اختلاف كبير من الناحية الثقافية والدينية، فهل والله الجيل الجديد فعلا يعني قادرين أنتم يواكب أيضا هذه الأوضاع؟ طبعا الشق الأول اللي هو طبيعة الطعام، نحن أخذنا كل الثقافات. أخذنا الناس اللي تربوا في السودان، عندهم الأكلات السودانية المحببة اللي أنت تعرفها أكثر مني. عندنا العصيدة، عندنا الإفطار، السمبوسة، اللقيمات، الفطاير، ما شاء الله. الأطعمة الثانية الإريترية برضه موجودة، حتى الكسرة تكون حاضرة. فكل انواع الاطعمه تكون موجوده. الناس على حسب البيئه اللي جو منها، الناس اللي كانوا في السعوديه بيجونا ببعض الاكلات السعوديه، والناس اللي جونا من جميع مناطق اريتريا برضه بيجوا بنفس الاكل التقليدي الجميل في شهر رمضان. الشوربه حاضره، كل الاطعمه حاضره، الشاي، القهوه السوداء والقهوه العربيه ايضا. فما شاء الله في عده ثقافات اخ حسن، ويا ريت لو كان حضرتها معانا الافطار، فكان تشوف بأم عينك.
الجانب جميل. الثاني اللي هو بالنسبه للنشء، النشء اللي قايم في أيوة، هذه الجيل المدينه، الجديد، الحمد الجيل لله. الجديد، نعم. الحمد لله. نحن نحاول بقدر الامكان بالبرامج الرياضي اللي ذكرته، بنحاول نجمع هذا النشء اللي قايم في المدينه، لانه هذه الدنيا كما تعلم في ناس بتجي جديده، وفي ناس بتروح بتخلي المكان. نحن الآن بقدر الإمكان نحاول أن نربط هذه العوائل. الأنشطة هذه الهدف هنا هو ربط العوائل، تعرفتهم بمنطقتهم وأصلهم، إنهم من إريتريا. الشيء الثالث اللي هو إنهم هذا النشاط اللي قايم به الجالية حاليا في يوم ما سوف يكون في إدارتهم وفي يدهم. فعليه نحاول، حتى كان عندنا دروس خصوصية تقوية في اللغة العربية والربط بإريتريا وتعليم القرآن الكريم، ولكن متوقف الآن لظروف ما. فالأنشطة متواجدة والنية موجودة، وكل العمل نحن ما عندنا العمل الكبير هذاك اللي نقدر نقول هذا أبها وكبير، ولكن لا نحقر الأعمال الصغيرة أو الأنشطة الصغيرة الموجودة، ونديها حقها ومستمرين فيها إن شاء الله. جميل. وهذا النشء هو الهدف الأساسي من تكوين الجالية. شكرا، شكرا الأخ عبد الحفيظ. إن شاء الله يتيسر لنا وقت نعود إليك. الآن ننتقل للأخ أبو ياسر. الأخ أبو ياسر أيضا لو يحدثنا يعني ما هو حال الإريتريين مثلا في نفس المناطق التي تتواجد فيها، وكذلك إذا كان أيضا لك متابعات حول إخواننا بالذات في منطقة الخليج، وكيف أيضا يؤدون أوقاتهم والحالة الاجتماعية في رمضان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخ حسن، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أهلا وسهلا. طبعا نحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هنا في بريطانيا، لعله يختلف عن الدول الأوروبية الثانية. ممكن كثرة المسلمين المتواجدين هنا، وأنا كما ذكرت يعني سبحان الله الأسبوع الماضي كنت عند الإخوة في نوتنغهام مع الأخ عبد الحفيظ. يعني فعلا كانت يعني جلسة مميزة صراحة، يعني أفطرنا معهم وكانت ما شاء الله جميلة جدا مع الأسر والأطفال. هذه طبعا يعني تجعل الأطفال يشعرون بفضل رمضان والأجواء الرمضانية. صراحة عندنا الأبناء هنا ينتظرونها بفارق الصبر، لأنها تختلف يعني في الخروج الأسري. يعني الناس تذهب إلى المساجد يعني لتصلي التراويح، وكذلك الإفطار الجماعي، لأنهم يلتقون مع الأصدقاء والأحبة. لأنه هنا في بريطانيا الأجواء أو الظروف هنا تختلف عن الدول اللي هي زي دول الخليج أو العالم الإسلامي، بحكم أنه ظروف البلد هنا الأوقات ضيقة والبيوت يعني على القد يعني، والأجواء ليست مناسبة حتى يخرجوا ويلعبوا في الخارج. فبالنسبة لهم هذا اللقاء يكون لقاء جميل، وتنوع زي ما ذكر أخي عبد الحفيظ، تنوع في الأكلات. بالنسبة لهم هذا يعتبر يعني تقليد جميل جدا يعني. طبعا في كل مدينة هنا في بريطانيا في إفطارات جماعية، سواء في مدينتنا في برمنغهام ونوتنغهام وشيفيلد ولستر ولندن كذلك. المركز الرئيسي هناك عندنا نحن نعتبره مركزنا الرئيسي مركز النجاشي. الإخوة طبعا مشغولين، المفروض أنهم يشاركوا معنا، إلا أنه عندهم انشغالات. يعني حتى أحد الإخوة أمس كان يحدثني يقول لي يا أخي نعتذر لأن يوم الجمعة اليوم عندهم لقاء لغير المسلمين. وذكر لي المدير قال لي يا أخي بفضل الله يعني في هذا الشهر 2 أسلموا في مركزنا يعني. ما شاء فهذه الله. هي الأنشطة. طبعا اليوم أنا أتوقع أنه الغير مسلمين في أكثر من 100 شخص جايين ومن جهة حكومية، فهم أتوقع أنهم حيفطروا معهم. فلما ينظروا إلى هذه الأجواء سبحان الله يعني يبدأوا يبحثوا عن ما هذا الدين يعني الذي يجمع بجميع الجنسيات يعني. جميل جميل. طيب
طيب إن شاء الله نظرا لضيق الوقت اليوم طبعا حصل الشيخ شوية ظرف نعم. فطاري. شيخ برهان نسأل الله يرده إلينا سالما معافى. فانتقل إن شاء آمين. الله إلى الأخ حسن، مش كده؟ شكرا لك يا أستاذ. الأخ حسن إن شاء الله. أيوة. تفضل معنا الأخ حسن. ليتك تحدثنا عن التحديات. نحن الآن على الأقل أخذنا بعض المعلومات عن أوضاع الإريتريين في رمضان وما يعني يقومون به من برامج. ما هي التحديات التي تواجه الجاليات الإريترية في الخارج فيما يتعلق بقضية الصيام ومسألة القيام؟ يعني هل في تحديات معينة بتواجهكم؟ السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة أنا حكون مختلف طوال من الجماعة، حتكلم باللغة طبعا. كويس. نعم. أوكي. تحديات هي أكثر حاجة تواجهنا هنا في أوروبا عامة، هي تجمع أخوانك الإريتريين القدام ولا يعني كانوا جداد عشان تعمل كوميونيتي. في تحديات كده، الناس يعني شوية متفرقة. لما في ناس يقول لك هذا تابع للحكومة، وهذا يقول لك سوري تقرينيا عشان قافاي بلقاو زفا عندي من قصي يعني أبزخت أكبهم شوية صقم يمسألك كم كويس. أما كم ايوه، إيرتراويان لو حاولت بس بالعربي العادي ما عندك مشكلة، يصل ان شاء الله. لا أنا ما قلت العربي أساسا بلا كملوه. أنا أخش لا لا، باللغة التقرينية عشان الحلقة هي بالعربي، الأدب. عشان كده عندنا حلقة بالتقرينية لكن خلاص كيف الآن ايوه. أكمل لك بالعربي ان أكمل شاء لك. الله ان شاء الله. فهناك يعني هنا قدر ما هنا كان عندنا مرتين حاولنا نعمل كوميونيتي ونجمع الإرثيين فوقه، لكن في حصل تفرقات. يعني واحد يقول لك هذا تابع للحكومة وهذا ضد الحكومة، فهذا فوقه في الكوميونيتي خمرة والثاني ما داري يشرب خمرة. والله في فهنا الافطار التفرقات لكن الكبيرة. أما في الإفطار سوري ايوه. معلش، نحن دايما نقول في الإفطار رمضان ما هل في اشكال بين من يتبع الحكومة ومن يعارض الحكومة في قصة رمضان والافطار والصلاة والقيام؟ ده ما حتى مفروض يجتمعوا فيها كلهم. أيوة حسي هنا يعني مجتمعين. عندنا كمان نوادي بتاعه نعم يعني أكثر من يدم 70 نفر. كويس. نعم. برضو ما شاء الله ده يد واحد يعني من هنا ما يعني ما هو تابع، بس حاجة اسمها نادي إريتري يعني. نعم كويس. حتى لو أخواننا السودانيين ولا السوبيين بيجوا عادي يعني بيسجلوا معنا ويشاركوا طبعا. يعني فريق النادي كبير يعني. كويس. بيعمل مع خليك من انه يكونوا داخل ليستر مع دورات مع برا، يعني برنيغهام بيمسكوا نوادي تانية وبيلعب معاهم. اما في حس العام هذا عندنا اخونا واحد اسمه عمر، هو عزابة طبعا ما عنده اولاد، فقدر يعني ساندي اللي هو قاعد نعمل افطار جماعي هناك في بيته. يعني ما بتواجهكم في اما مسألة كان الإفطارات أي مشاكل؟ يعني في إمكانية أنكم تعملوا لا إفطارات لا لا جماعية ده ما عندنا هنا، ما عندنا هنا ما نعم عندنا. لكن تعمل كوميونيتي ولا كان ده تعمل حاجة كبيرة تابع لدولتك، فبتواجهنا صعوبات كبيرة نعم يعني نعم ما تقدر هنا. أما كإفطار جماعي زمان كنا مع الأخوة السودانيين عندهم نادي. نعم آه نحن لما كنا لاجئين طبعا استقبلونا هم. كويس. نعم فما الإريتريين ما كنا كتار، نعم. فكنا نعمل معاهم شير، كنا نعمل شيرين. طيب والله يا أبو الحس كنا نتمنى يعني نلقى معك وقت أكثر. يعني الحلقة شوية ايوه بديناها من النصف اليوم، ف
الجماعة ناس الإخراج بيلاحقونا بانتهاء الزمن، لكن لا نأمل لا إن شاء لا الله لا أن تظهر معنا ان في شاء الله. أوقات أخرى. وأشكر اوكي. الإخوة جميعا، هؤلاء الضيوف جميعا، الأخ عبد الحفيظ والأخ أبو ياسر والأخ حسن، شكرا لكم، وإلى إن شاء الله لقاءات أخرى في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.